عايز تحل مشكلة التسويف، ظبط المشاعر السلبية اللي بتجيلك مع المهمة نفسها أو الهدف اللي انت حاطه وعايز تحققه. احنا في الحقيقة مش بنهرب من المهمة نفسها، احنا بنهرب من الشعور اللي المهمة دي هتخلينا نحس بيها. انت ممكن تبقى خايف، ممكن تبقى متوتر، ممكن تبقى قلقان من ان انت ما تعملهاش صح. حل المشكلة بتاعت التسويف كلها في المشاعر السلبية. لو ظبطت المشاعر السلبية هتعرف ان انت تعمل المهمة دي. النقطة التانية ان ابدأ مع التسويف، خد خطوات صغيرة قوي قوي قوي، بيبي ستيبس مع التسويف. لانك انت لو خدت وقلت ان انا هعمل خطوة كبيرة هتخض نفسك وترجع تاني. يعني لو انت خلاص اتشجعت وهندلت مشاعرك وجيت لقيت نفسك ان انت عايز تعمل مهمة ورحت مثلا يعني عايز اذاكر، فرحت قلت لنفسك هذاكر شطر، وانت مش متعود ان انت تذاكر بالكمية دي، انت هتخض نفسك ومش هتعملها وهترجع تاني تخاف. خد بيبي ستيبس خالص. هنقرا صفحة واحدة من كتاب، هنقرا هنذاكر صفحة واحدة، هنزل اتمشى حوالين البيت. لو انا موضوع الجيم ده بدأ ان انا اصوفه كتير، هنزل اتمشى حوالين البيت وارجع تاني، هلف لفة وارجع تاني. مثلا عايزة اكل اكل صحي ومش قادرة وبعك كتير وبسوف في حتة ان انا اعمل دايت. بلاش ان احنا نسمي المسميات بتاعة الدايت والحاجات دي، الاصح ان احنا نقول ان انا همشي على لايف ستايل، هيلث لايف ستايل، ان انا هاخد بالي اكتر من صحتي. هظبط مثلا وجبة واحدة في اليوم، وبعدين واحدة واحدة امشي. هتلاقي نفسك ان انت مع البروسيس دي هتلاقي نفسك ان انت بدأت تعملها بشكل، يعني اخدت وجبة، لا اخدت وجبتين، خدت 3 وهكذا. فالفكرة كلها مع حل التسويف، ظبط مشاعرك السلبية وخد بيبي ستيبس خالص صغيرة، خطوة صغيرة قوي 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 عشان ما تخضش نفسك. بس كده.